السلام عليكم ورحمة الله، الصلاة والسلام على رسول الله. الناس اللي عندهم السرجي وكتوحل لهم مع الخيط دائما كيتقطع وما كيعرفوش يركبوه، هنا غادي نقول لكم كيفاش تركبوا السرجي، كيفاش تركبوا لها الخيط ان شاء الله يا ربي. تبعوا معايا بالخطوات. المهم هنايا خاصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الماكينه. اول حاجه نفتحوا الباب ديال الماكينه بهذه الطريقه هذه، كندفعوا الباب واحد شويه لجهه اليمين وكيتفتح لينا الباب صافي. من هنا خصنا نبداو دابا نركبوا الخيط ان شاء الله يا ربي. غندوزو لبلايص منين كيركب الخيط. المهم خلاص راكم من الفوق عارفين كيفاش كيكون الخيط. هنايا عندنا البوشونات 4 البوشونات، انا كنخدم غير 3 غير 3 فيل. هي راها كتخفيل ولكن انا كنخدم غير 3. المهم ندوزو للخيط الاولاني كيفاش نركبوه. غادي ندوزو اول حاجه نحلو هذيك الجهه اللي مليها باش نحيدو الصباط. غادي نبركو على واحد البوطون تماك راها كتبان عندها فليشه، كتبركو عليها مزيان وكتجرو ديك الصندوقه منها تفتح. من بعد كندوزو نفتحو الصباط. راه عنده واحد اللعيبه من الفوق باش كتهز ديك الصباطه، انا غنوريها لكم. المهم انا كيفاش نصور لكم الفوق، غندوز ان شاء الله يا ربي نوريها لكم بالصوره باش تفهمي منين تهزي الصباطه ديالك. من هنا كتجرها مزيان وكتجر الصباط ديالك باش كتهزيه. وفاش كتهزيه ضروري خصك تدفعي الصباط لهيها باش كيخرج. انا دابا فاش هزيتها وما جريتش الصباط ديك الساعه يعني بقات مهزوزه والصباط جا قاصح باش بغيت نحيدو باش بغيت ندفعو، ولكن خصك غير تهزها بيد واليد الاخرى تجر الصباطه كتجيك ساهله. هاهي جات قاصحه. وهنا صافي هزينا الصباط ديالنا، بقات الابره يعني عندنا كيفاش نركبوا الابره ويبانوا لنا الكروشيات وداكشي كامل باش كتجيك ساهله فاش تبدل الخيوط. ندوزو لاول خيط نركبوه. كيفاش الطريقه نركبوا الخيط؟ اول حاجه كنركبوه من الفوق، من بعد كنبداو نركبوا من اول نقطه هي الفوق، من ثاني نقطه هي من ديك العوينه اللي كتهبط عند الطونسيون. من بعد كنهبطوه لتحت. هاي كاينه واحد النقيطه عاود كتبان، انا نوريها لكم باش تبان لكم مزيان. هذيك البلاصه من تماك كنحشيوها من تماك، من بعد كندوروها على الطونسيون. من بعد كاينه واحد العوينه لتحت هذيك وكنهبطوا مازال حتى هذيك البلاصه عاود كنسيبوا الخيط من تماك كنخرجوه من تحت. ها هو خارج من تحت. ومن بعد عاود كنبقاو تابعين غير ديك العوينات التحتانيين كاع، يعني هادوك التحتانيين هما ديال الخيط الاول. ومن بعد انا نوري لكم على حسب الصوره كانت طالعه، ودابا انا نهبطها باش تبان لكم. هذيك راها عوينه كتهبطي وكتخشي فيها الخيط. من بعد عاود كتخشي في ديك العوينه اخرى. ومن بعد كاينه واحد جوج ديال العوينات كنتينا كتخشي في ديك الفوقانيه، ديك الخيط في ديك الفوقانيه ماشي في ديك العوينه الفوقانيه هي اللي كتخشي فيها الخيط، ماشي تحت اللي تحت منها ديال الخيط الثاني. ومن بعد كتخشي في ديك العين راهي فوق منهم. هذيك اللي الفوق هي اللي كتخشي فيها الخيط. من بعد كتخشي في الفوق
هاديك البلاصه تشي فيها الخيط، ومن بعد كتخطى هذيك العين راه هي الوسطانيه كتخطاها، كتخشي فيها هذيك كتخطاها، كتمشي اللي فوق منها مباشره هي اللي كتشي فيها الخيط. هذيك هي اللي كتشي فيها الخيط، الاخرى كتكون ديال الثاني واخا جات في الطريق، ولكن هي ديال الثاني، الخيط الثاني. ومن بعد كندوزو للكروشي. كيفاش غنركبو الخيط في الكروشي؟ كندفعو الخيط يخرج من جهه اخرى، من جهه اخرى في المره، وعاد كندوزو نركبوه في الكروشي من جهه اخرى. خصني نخرج الخيط كامل على الجهه اخرى ونجبدو، وعاد ديك الساعات نركبوه في ديك الكروشي. هذيك العوينه من تماك مباشره كنخرجوه من ليها. من بعد ما كتخرج الخيط من هنايا كتلقى ديك العوينه عندك من ديك الجهه كتخشي الخيط من اللور ديال الدراع ديال الكروشي، من الدراع من اللور، هذيك الدراع اللي كتبان مطويه كتخشي فيها من تماك وكتخرجوا من قدام، كتخرجوا من قدام. ومن بعد كتشوف ديك الفتحه نتاع ديك الحديده كتمشي مع هذيك الخيط حتى كتخشي مباشره من القدام، ما كتخشيش من اللور بحال اللي خشيتي في الطويه ديال الدراع صافي وكيخرج. هذا صافي سالينا، دابا هذا تسالينا منه، ساليناه ساهل، معاه خصنا شويه ديال التركيز، خصنا غير شي شويه التركيز كلشي كيدوز صافي. من بعد كنخرجوه من جهه اخرى. اي هو ضروري يا البنات تستعملوا هذا البانس، هذا راه كيسهل بزاف ديال الحاجات، افضل من ديك البانس اخر اللي معوج. هذا الخيط الثاني، من بعد هذا الخيط الثاني نفس الطريقه ديال الاخر، كتهبطوه نفس الطريقه، نفس الطريقه الاخر الاول. من بعد راه كيبانوا لك العوينات اللي بقاو هما ديال ديك الخيط، الخيط اللي بقى اصلا هذاك الخيط الاخر ما كنركبوهش ديك الثالث، ما كنركبوهش في ديك العوينات لتحت، ما عندوش بلاصه. هذوك خيط اللي باري، هذوك الجوج الاولين ديال الوسط السرجي، وجوج الاخرين ديال لي باري، يعني الا بغيتي تخيطي بها الماكينه سورجي وخياطه. هنا العوينات كما قلت لكم اللي غيبقاو كاملين ديال هذا الخيط الثاني، راه كلشي واضح في الفيديو، كنحاول ما امكن نوضح لكم. هنا غادي تخشي ديك الخيط من تماك، ديك الكروشي، وتخرجوا من ديك الجهه اللي ملهيها، تخشيه من القدام وتخرجوا عاود من الجهه اللورانيه صافي. دابا ندوزو للخيط ديال الماكينه ديال الخياط، الابره. ندوزو للخيط ديال الابره. الخيط الابره ها هو كيبان لكم واحد جوج عوينات، غتلقاي النقطه اللي فيها الاحمر اللي مليها مره هي اللي غتركب فيها الخيط. من بعد عاود كتخشي في ديك العين اخرى، ديك العين اخرى هي. من بعد كتطلعوا من فوق ديك الكروشي، كتطلعوا من فوق ديك الكروشي. ومن بعد عاود كتمشي ديك العوينه الاخريه تاع الحمراء هي اللي كتخشي فيها، وكتخرجوا عاود كتخشي في هذيك البوان حمراء. ومن بعد كتهبطوا وكتخشي من تماك وكتخرجوا من ديك الجنيه بهذاك، هذيك الجنيه بحال طونسيو، هذه بحال طونسيو البنات كتزير وكترخف. ومن بعد كتركبوه في الابره صافي. هذا هو خلاصه السرجي. من بعد كنقطعوا الخيط الا كان ما معوضش وكنركبوا الابره وكندوزو نسورجيو عادي صافي. ملي كنبغيو نسيوها البنات كندوروا اليد ديال الماكينه باش كتساعدنا على الثوم ما يهربش. المهم الا عجبكم الفيديو ديروا اشتراك ولايك
وشي كومونتير. شكرا بزاف، مع السلامة.